يا ترى امير قرار بقى ماشي مصر ازاي؟ تعالى وانا اقول. امير قرار من القاهره من مصر الجديده واتخرج من سياحه وفنادق. امير قرار كان رياضي جدا من صغره وراح في الفريق القومي لكره الطايره ودخل معاهم كام بطولات بس ما كملش. بدايه امير قرار كانت في الاعلانات. مع ايدي. ما عندكيش صداع النهارده؟ لا. طب فاكره فاكرة ايه؟ اللي عجبك؟ تاني؟ كانت تقيله. بس خفيفة. يلا بينا. مره راح يعمل دور كومبارس في اعلان والمخرج بتاع الاعلان ده كان طارق العريان وكان بطل الاعلان هو اللي قاعد على الكاشير وما كانش عاجب طارق العريان وكان كل شويه يعيد. فهو بيتكلم في مره بيبص لا امير قرار نادى عليه قال له تعرف تعمل الدور ده؟ فراح جاي امير قرار طبعا عمل الدور والاعلان نزل ونجح بنجاح رهيب. وبعد الاعلان ما نزل ونجح طلبوه موديل لكليب لسميرة سعيد وطبعا سميرة سعيد كانت ستار في الوقت ده. راح امير قرار وعمل بطل مع سميرة سعيد. الاغنيه دي كان اسمها روحي. طبعا هو كان رايح ونفسه يشوف سميرة سعيد لكن في الاخر اكتشف ان دوره بعيد خالص عن سميرة سعيد. هي مثلت في يوم وهو مثل في يوم تاني خالص. وبعد ما خلص الكليب قال له تحب تعمل كليب تاني لسميرة سعيد برضه؟ قال لهم طبعا يمكن المره دي اقابل سميرة سعيد. والاغنيه دي كان اسمها بحبك. بس لما راح يصور الاغنيه اكتشف ان سميرة سعيد بيصور في الاستوديوهات وهو بيصور بعربيه شروكي في الصحراء لوحده برضه. وبرضه مش شاف سميرة سعيد. وبعد كده طلبوه عشان يعمل اعلان عربيه في شركه طارق نور. بعد ما خلص الاعلان راح على الشركه عشان خاطر يعمل الدوبلاج. شافوا طارق نور وقف اتكلم شويه مع امير قرار وسلم عليه وبعد كده سابه وطلع بره. امير ساعتها كان فاكره ان هو راح مكتبه بس هو كان واقف بره. امير قرار ساعتها وقف في المكتب وقعد يقلد طارق نور في طريقه كلامه وحركته وضحكته. وطبعا طارق نور كان سامعه بره بس ما كانش زعلان، ده كان ميت على نفسه من الضحك. دخل عليه فجاه طارق نور وقال له تعالى انا عايزك، ايه رايك نعمل برنامج؟ وكان في الوقت ده منتشر المذيعين الناس اللي هي قاعده بتذيع زي اخبار النشره كده. فامير قرار قال له انا ابعد ما يكون عن الناس دي. فساعتها طارق نور قال له انا مش عايز اعمل برنامج كده، انا عايز اعمل برنامج مختلف وجديد عن الناس. وده كان برنامج شايفين كل الناس دي في واحد منهم او واحده بس هيبقى نجم ستار ميكر سماح اسود. ولو ما تعرفش البرنامج ده فانت اسال اخوك الكبير او والدك او اي حد اكبر منك يقول لك البرنامج ده ساعتها كان عامل ايه. شفت النجاح بتاع برنامج باسم يوسف والناس كانت بتقعد كلها في مصر مستنياه ازاي؟ اهو ده كان برنامج ستار ميكر بالظبط. بس ساعتها ما كانش فيه غير قناتين، الاولى والثانيه وكان فيه الخامسه بس ما كناش بنشغلها. وكانت البدايه لامير قرار من هنا لانه عمل 4 مواسم للبرنامج ده وكان ناجح جدا وساعتها مصر كلها شافته. وعمل بعديها سيت كوم كان اسمه شباب اونلاين كان مع احمد الفيشاوي والقاء الخميسي وبشرى وشريف حمدي. وجت بعد كده المخرجه هاله خليل طلبته عشان يعمل فيلم احلى الاوقات وساعتها عمل دور حلو قوي كان مع هند صبري وحنان ترك ومنى شلبي. وعمل بعديها فيلم زكي شان مع احمد حلمي والفيلم ده خلاه يتشاف اكتر.
واشتغل شويه حاجات في النص لحد ما شريف عرفه طلبوا المسلسل لحظات حرجه. وقبل المسلسل ده على فكره امير كرارة كان بيفكر بجد انه يسافر بره يشتغل زيه زي اي حد، لان شايف ان المجال مش ناجح معاه ومش ضامن. بس لما جاله الدور بتاع شريف عرفه حطه برضه في حته كويسه جدا. بس للاسف بعدها جت الثوره والدنيا كلها وقفت تاني. وقت الثوره الشغل كله وقف طبعا، وطبعا كل اللي كان معاه فلوس ابتدى يصرف منها. جاله دور ساعتها امير كرارة في مسلسل اسمه روبي. امير كرارة وافق عليه حتى من غير ما يقراه، ولكن المسلسل ده لما نزل كسر الدنيا. المسلسل ده كان عامله مع سيرين عبد النور. وجاله بعد كده اهم دور من وجهه نظري حطه عند الناس في حته تانيه، وهو برضه بيقول كده، وكان مسلسل طرف ثالث ميمي الرايق. وبعد المسلسل ده على طول عمل اول بطوله مطلقه ليه، وكان مسلسل تحت الارض. وامير كرارة بقى بيطلع في كذا مسلسل بعديها بنفس اللوك، يعني تحت الارض عمل فيه نفس اللوك، حواري بوخارست عمل فيه نفس اللوك، وكذا مسلسل ورا بعض. وده طبعا اثر عليه. بعد ما عمل تحت الارض وعمل حواري بوخارست عمل مسلسل الف ليله وليله، وعمل بعد كده مسلسل اسمه طبال. انا عن نفسي بحبه، بس امير كرارة بيقول لك ده من اسوأ المسلسلات اللي انا عملتها، والصراحه انا ما سمعتش عنه، انا شفته على النت بالصدفه. وكان الوقت ده امير كرارة من كتر ما كرر نفسه ابتدت نسبه مشاهدات مسلسلاته تنزل. بس جاله بعديها الدور اللي هو بيقول لك ده كان هديه من عند ربنا، وهو مسلسل كلبش سليم الانصاري، اللي خلاه وقتها يخش قلوب كل المصريين، وكل مصر بالمعنى الحرفي كانت بتتابع المسلسل ده. وعمل بعد كده فيلم هروب اضطراري هو واحمد السقا، وكان فيلم ناجح جدا. والسنه اللي بعديها راح عامل مسلسل كلبش 2 وبرضه نجح. وعمل بعديها فيلم حرب كرموز. امير كرارة في الوقت ده عمل كذا عمل، بس كلهم كانوا احلى من بعض، ولا واحد فيهم كان وحش، وكانت الناس بتتابعهم كلهم. بعد حرب كرموز نسكت بقى؟ لا، نعمل كلبش 3 بس برضه ينجح. ويجي بعد كده امير كرارة يعمل مسلسل اللي يخلي الناس كلها تقعد تتفرج عليه تاني، وهو مسلسل الاختيار احمد المنسي. الناس قعدت وقتها ال 30 حلقه ما كانتش بتفوت ثانيه. وفي 2022 عمل مسلسل عقدوه. ونختمها بقى السنه دي ب 2023 بفيلم البعبع. وعلى فكره القصه اللي انا حكيتها دي قصه مصغره لحياه امير كرارة، انما حياه امير كرارة مليانه حاجات. اتطرد ياما باللوكيشنات، مخرجين ياما قالوا، في مخرج في مره قال له شوف لك شغلانه ثانيه غير التمثيل. انت متخيل وانت بتبتدي لما يجي مخرج يقول لك شوف لك شغلانه ثانيه غير التمثيل؟ انت اصل الكاميرا ما بتحبش وجهك. بس زيه زي اي نجم نجح او زي اي حد نجح، الاستمراريه والسعي هي اللي نجحته. نيجي في الاخر ونقول ان امير كرارة يستاهل يبقى باشا مصر، ويستاهل زيه يبقى زي نمبر 1. فشابوه ليك امير كرارة.